كيغاتين وبروتين طبيعي اللي غادي يخلي لك الشعر ديالك والشعر ديال البنيه ديالك ما شاء الله مسبسب حرير. الشعر ديالك ناشف متقصف، كيتساقط حرش مكردد، جيكس يا اختي جيكس، غادي يولي يا اختي مسبسب حرير. غادي تهني من داك الشعر اللي معقدك ومخليك ما قادراش نهائيا تعري الشعر ديالك، دايما مهرس، دايما متقصف، دايما طايح، دايما محشمك معقدك، ما مخليكش نهائيا، وما لقيتيش الراحه وما لقيتيش كيفاش تعالجي الشعر ديالك بهذا الكيغاتين اللي عباره عن كيغاتين وبروتين زائد طريقه اللي غادي نشارك معكم يا البنات لاول مره وحصريا في قناه وورد كاتي. من اروع ما يكون، غادي تعطيك النتيجه من اول استعمال يا اختي. هديه لكم يا احلى واغلى متتبعات، خليكم معايا حتى الاخر د الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله مكونات زائد طريقه التطبيق. سلام الغاليات على قلبي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره، ديري اختك واحد لايك وديك البصمه اللي كاينه تحت من لا فيديو، شاركي في القناه وفعلي الجرس باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجو في الكيغاتين ديالنا عباره عن كيغاتين وبروتين. غادي نحتاجو ان شاء الله 2 معالق اللي غادي تكون كبيره من بذور الكتان اللي هي زريعه الكتان. من بعد غادي نحتاج ان شاء الله 2 معالق اللي غادي تكون كبيره من بذور حب الرشاد، هي الحب الرشاد. من بعد غادي نزيد ان شاء الله 2 معالق اللي غادي تكون كبيره ديال الروز اللي اللون ديالو ابيض. من بعد غادي نزيد ان شاء الله 2 معالق اللي غادي تكون كبيره من الكوك اللي هو جوز الهند. من بعد غنحتاج ان شاء الله 2 معالق كبيره من الاوراق الالزاز. البنات هادشي كامل راه موجود عند العطار، اي عطار مشيتو عنده غتلقاو عنده هادشي كامل ما شاء الله. راه هاد الكيغاتين ملكيه البنات، كيغاتين وبروتين ملكي البنات، هديه لكم. من بعد غادي ناخذ كل شيء وغادي نديرو في كاسرونه، غادي نزيد عليهم ان شاء الله 2 كيسان كبار ديال الماء، وغادي نخليه على نار اللي غادي تكون مهيله حتى طلع معنا الغليه. راه ما شاء الله غادي تبدل ليه اللون لانه داك الالزاز غادي يطلق معنا ما شاء الله. البنات هذا غادي تجربوه وغادي تجيو غادي تجريو يا البنات، راه ما شاء الله غادي يهنيكم من حس الشوشوار، وتبقاو تسناو في الصالونات باش تصايبوا الشعرات ديالكم. وانا عارفين البنيات دابا الصغيورات ما شاء الله مع العيد والعواشر كيتسناو باش يصايبوا الشعر ديالهم، ولكن يا البنات بهاد الكيغاتين غادي تهناي وفي نفس الوقت غادي تعالجي الشعر ديال بنتك ما شاء الله، وانت غدا وكتكبري فيه وانت كذلك ما شاء الله تعالجي التقصف والنشوفيه وكل شيء ما شاء الله. من بعد غادي نحطو كيف ما شفتوا كل شيء موضح لكم في لا فيديو، غادي نحطو على نار مهيله. من بعد نخليوه حتى يبرد، ما طحنوش البنات هو سخون لا تولي طري المولينكس ديالكم شي حاجه. المهم خليوه حتى يبرد. من بعد غادي نديروا ليه ديك الطريقه باش كنصفيوه. غادي تجيبي زويف ديال حياتي ولا ليبه وغادي تصفي الخليط مزيان. علاش كنصفيوه؟ غير فاش تبغي تغسلي الشعر ديالك ما يبقاش لاصق لك هذاك الشيء ديال حب الرشاد وداك الشيء ديال زريعه الكتان في الشعر ديالك وتبقاي كتغسلي وعاود وغسلي. هاد الطريقه هكا كتسهل عليك الغسيل ديال الشعر ديالك. من بعد البنات غناخذ كيف ما شفتوا ها هو الخليط ديالي، غادي نزيد عليه ان شاء الله البنات اللي الشعر ديالهم ناشف. غادي ديري لي اختي غير صفار البيضه بوحده، ديري لي صفار بيضه. من بعد غادي نزيدو ان شاء الله 2 معالق كبار ديال النشا. ممكن انكم تعوضوها بزبد البحر اللي هو لسان البحر اللي ديجا صوبناه في واحد الماسك ديال البارح اللي قلت لكم مفضل عندي ما كنستغناش عليه. غادي نخلي لكم ان شاء الله الفوق في الاعلى ديال لا فيديو اللي مازال ما شافتوش. راه ما شاء الله يا البنات زبد البحر خطير للشعر. الا ما عندهاش زبد البحر ممكن تعوضيه بالنشا الذره اللي هي المايزينا. وغادي نزيد ان شاء الله 2 معالق كبار ديال زيت جوز الهند. الا ما عندكمش البنات زيت جوز الهند ممكن ديري زيت الزيتون او زيت ديال زيت نوار ديال الشمس او اي زيت عندك. واخا ديري لي اختي تاع 10 زيوت ديريهم. الا عندك غير زيت واحد اكتفي غير بزيت واحد صافي، ماشي بالضروره انك تكلفي على راسك. الا ما عندكش واحد الحاجه غتمشي تاخذيها، قلبي داكشي اللي عندك في الدار ديالك اختي وتهلاي ليا في الشعر ديالك. راه كنت شوفي الشعر ديالي اختي انا كيفاش كان، راه تبكي. راه البنات الحمد لله اللي قدام معايا ومتابعات ديالي راهم عارفين الحمد لله كيفاش الشعر ديالي تعالج بواحد الصوره اللي ما شاء الله رهيبه ما شاء الله. راني عالجت الشعر ديالي ورجعت فيه الروح ما شاء الله بهاد الوصفات ديال الكيغاتين والوصفات اللي كنشارك معكم دائما لانكم كتستاهلوا يا البنات. الحاجه اللي غادي تنفعني راه دائما كنشاركها معكم، كل شيء كنشاركه معكم البنات. بغيتكم حتى نتوما تنفعوا بواحد الحاجه اللي تنفعت معها باش ربي يزيد ويبارك ويسهل عليا وعليكم كذلك. اذا البنات ندوزو ان شاء الله بالنسبه لطريقه التطبيق.
ان شاء الله غادي تمشطي الشعر ديالك عادي كيف ما شفتوا. تمشطيه غادي تقسميه على جوج، غادي تقسميه من الوسط من الودن حتى الودن. من بعد غادي ناخذ غداك النص في الاسفل، غادي نطبق فيه ان شاء الله الكيغاتين ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش داير يا البنات، شوفوا ما شاء الله يا البنات الخليط ديالنا كيفاش داير ما شاء الله. راه الشعر ديالك تبارك الله كيف ما بغى يكون، راه تبارك الله غادي يولي اختي مسبسب مسبسب. من بعد ان شاء الله غادي نطبقوا هكا على الشعر ديالي، وغادي نبقى ندير واحد الحركات، غادي نبقى نماسي في الشعر ديالي مزيان مزيان. راه كلشي موضح لكم البنات، والبنات اللي كيجربوا لي كيغاتين راهم عارفين الطريقه. خاصك تبقاي تخدمي في الشعر ديالك حتى ما تبقايش تحسي بشي بلاصه في هذيك النشوفيه. البنات اللي عندهم التقصف غتبقاي تخدمي الشعر ديالك حتى ما تبقايش نهائيا تحسي بديك النشوفيه في الشعر ديالك. واش فهمتوني؟ ما تبقايش تحسي بها نهائيا، غتحسي بالزغبه ديالك ولات مطلوقه ولات ملسه، ما بقاتش ديك النشوفيه. هكا كتعرفي ان الزغبه راه صافي تخدمات مزيان مزيان. صافي بهذه الطريقه غادي نكمل النصف التحتاني وغادي نزيد دابا النصف الفوقاني، لانه فرقنا الشعر على جوج، لانه غادي نديروا ليه واحد الطريقه اللي جد مهمه في هذا الكيغاتين هذا. كيف ما مولفاكم البنات في اي طريقه تنعطيكم اي كيغاتين كنعطيكم الطريقه ديالو. داكشي علاش كنقول لكم خليكم معايا حتى الاخر د الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله الطريقه. من بعد غادي نجيب هذا النصف الاولاني هذا اللي كتشوفوا، غادي نجيبوه هكا لقدام وغادي ندوروا على الجنب بحال غادي نديروا الباتشا اللي هي ديك اللي كنقولوا العمليه الباتشا البنات. غادي تدوريه بحال هكا اليسار ولا اليمين اللي بغيتي، وغادي تدوري داك النصف التحتاني حتى هو بحال هكا، وتبقاي تدوري مزيان وانت كديري في الخليط للشعر ديالك، وانت كدوري ما تخلي ليا حتى شي زغبه ملويه لك في الشعر ديالك. بهذه الطريقه كله يتسرح ما تبقى فيه حتى شي لويه في الشعر ديالك. من بعد غادي نجيب ان شاء الله الالومنيوم البنات، ماشي السلوفان، غادي نحتاجو في هذه الطريقه الالومنيوم ان شاء الله، لانه بغينا النتيجه ان شاء الله من اول استعمال. والعيد هذا ما بغيناش نبقاو نتسناو حتى الغد ليه النهار في نفس النهار، ما غاديش نتسنى بزاف ديال الوقت، راه غير في ساعه وحده ما شاء الله غادي تعطيك النتيجه يا اختي. اش غنقول لك، ما تبقاي تسناي ل 6 سوايع لا 4 سوايع ما شاء الله. من بعد غادي ندير الالومنيوم، غادي نجيب السشوار يكون شي شويه سخون. من بعد غادي نبقى نسخن في الراس ديالي، غنسخن شعري وانا دايره الالومنيوم، نحس بالشعر ديالي سخون وداك الشيء اللي دايره ليه يطلق ليا في الزغبه ديالي ما شاء الله. راه الطريقه يا البنات راه ما شاء الله ما كاينش اللي غتشاركها معكم من غير ورد كاتي. راه ما شاء الله الزغبه عرفتي كيفاش غادي تطلق يا البنات ما شاء الله. من بعد صافي كندير هذه الطريقه بحال هكا مزيان حتى يسخن ليا الشعر. وصافي البنات غادي نجيب واحد شي زويف وغادي نعاود نسخن الشعر ديالي مزيان وغادي نخليه تقريبا واحد ساعه يا البنات. غادي نطفي الشعر ديالي مزيان ونخليه واحد ساعه. من بعد ان شاء الله غادي تغسلي الشعر ديالك بالشامبوان بديميلوغ ديالو او بالماسك ديالو ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد ديميلوغ اللي خطير، كنت بغيت نشاركو معكم البنات في هذا الفيديو ولكن غادي يجي طويل بزاف، فانا اكتفيت باش نشارك معكم غير كيغاتين لانكم كتستاهلوا. صافي بهذه الطريقه البنات. من بعد الناس اللي كيسولوني على السيروم، فهذا هو السيروم البنات اللي كنستعمل. صافي غادي تغسلي الشعر ديالك مزيان وغادي تنشفيه وغادي ديري ليه شويه ديال السيروم في الشعر ديالك. وراه ما شاء الله يا البنات راه كاينين بزاف ديال السيرومات ديال الشعر، فانا كنبدل. فانا هذا غيكمل ليا ما غنبقاش نعاود ناخذه على حساب، نقدر ناخذه نقدر ما ناخذوش. المهم كنبغي نبدل كل مره كنبغي ندير شكل، كل مره كنبغي ندير واحد، كنبغي نكتشف حتى كنلقى واحد الحاجه اللي كتلاومني مزيان. وصافي البنات ان شاء الله غادي تغسلي الشعر ديالك وغادي تنشفيه وغادي تدهنيه بالسيروم. من بعد غادي ديري واحد الباتشا ولا غادي ديري ان شاء الله غير ضفيره ولا غادي ديري سفنجه، وخلي الشعر ديالك يرتاح مزيان قد ما ارتاح قد ما غادي يعجبك الحال، وغتشوفي الشعر ديالك تبارك الله فيه واحد الاختلاف اللي غزال ما شاء الله. غادي تطبقوه ان شاء الله يا البنات 2 المرات في الاسبوع، ما شاء الله غادي تعالجي اختي الشعر ديالك قد ما انا عالجت الشعر ديالي. بزاف ديال الناس كيسولوني الشعر ديالك ما شاء الله راه تبدل وتغير فيه بزاف. فالبنات فانا اي حاجه كنديرها راني كنشاركها معكم قدامكم وكنجربها قدامكم، كلشي كنوريه لكم. وصافي البنات ما سخيتش بكم، وصلنا لاخر مرحله. اللي بغات تواصل معايا دخل عندي ان شاء الله الانستغرام ديالي، تما كنديروا يوميات، تما كنديروا هدايا، تما كنديروا بزاف ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. والبنات اللي مازال كيسولوا على جليبات فهما مازالين متوفرين، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. فالجلابه هي طول العام ماشي غير العواشر، اي حاجه احتاجيتو مرحبا على الراس والعين. وما سخيتش بكم البنات، وغادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي.